لو انتي ست بيت او حتى موظفة، تعالى اقولك ازاي تنظمي وقتك وازاي تعملي وصفات حلوة وتملي بيتك بالخير بأقل تكلفة وأقل مجهود وأقل وقت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في يوم جديد من أيام طباخة مصرية. النهاردة إن شاء الله معانا شوية أفكار وشوية وصفات حلوة جدا هتوفر معانا بإذن الله في الميزانية. تابعي معايا الفيديو وإن شاء الله تستفادي من أفكارنا ووصفاتنا النهاردة. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف يومنا النهاردة مش ازاي. اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. بما إننا في الشتاء قلت أعمل معاكم عجينة ال10 دقايق اللي هتخمر العجين بسرعة الصاروخ. أنا كان عندي نص كيلو من اللبن الخض بما يعادل كده كوبايتين من اللبن، سواء بقى لبن خض أو لبن حليب أو لبن رايب اللي يعجبك استخدمي. ضفت له معلقة كبيرة من الخميرة القطع، يعني بما يعادل كده قطعة قد مكعب مرقة الدجاج، أو تقدري تضيفي خميرة فورية زي ما يعجبك، بس أنا بحب بصراحة الخميرة القطع وبحس إن هي بتوفر معايا كمان في الميزانية. ان شاء الله هجيب الباكت معاكم وهقسمه وهقول لكم ازاي بحتفظ بيه باذن الله في الايام اللي جايه. ضفت له نص كوبايه من السكر، قلبت الخليط وسبته كده حوالي 10 دقايق على جنب لحد ما حسيت ان الخميره بتاعتي ابتدت تشتغل وتتفاعل معايا. بعد كده ابتديت بقى اضيف بقيه المكونات بتاعتي. ضفت معلقه صغيره من المحلب، وتقدري تستبدلي المحلب باي معطرات تعجبك، يعني ينسون، كمون، فانيليا، زي ما يعجبك. انا بصراحة ساعات كده يعني بحب اضيف المحلب لان نكهته قوية كده وطعمه بيبقى مميز في المعجنات بتاعتنا. ضفت له كمان نص كوباية من السمسم ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر. قلبت كل المكونات وابتديت اضيف الدقيق بالتدريج. انا هنا ضفت دقيق حبة كاملة مع دقيق ابيض، ولكن دقيق الحبة الكاملة كان اكتر. دقيق الحبة الكاملة اللي انا كنت عاملاه معاكم لما حولنا الغلة او القمح اللي هو بتاع البليلة ده حولناه لدقيق قمح كامل صحي ومفيد جدا وفيه كل القيمة الغذائية والفيتامينات. فانا خدت كمية من ده على كمية من ده، يعني ممكن نقول 4 كوبايات من الدقيق القمح الكامل عليهم كوبايتين من الدقيق الابيض. وبرضو اختياري زي ما تحبي، تقدري تعمليها بدقيق قمح كامل بس، وتقدري تعملي بدقيق ابيض بس زي ما يعجبك. ضفت لها كمان نص كوبايه من الزيت، وتقدري تستبدلي الزيت بالسمنه او الزبده او تعملي ميكس ما بين الاتنين، وتقدري تزودي الماده الدهنيه برضو لو حبيتي، بس انا حبيت كده تبقى خفيفه، يعني نص كوبايه كده من الزيت هتبقى خفيفه. عجنتها كويس جدا واستعنت ببنتي جت عجنت لي